هو ايه اللي حصل في كاليفورنيا؟ اللي حصل في كاليفورنيا هي حرايق في 3 اماكن مختلفه. في اقل من يومين اكتر من 15,000 فدان اتدمروا، حوالي 37,000 بنايه مهددين بالكارثه. طب هو ليه حصلت ده فجأة؟ بص، الطبيعي نقول لك ان كاليفورنيا طول السنة بيحصل فيها حرايق. مثلا الناس اللي بتروح تعمل كامبينج وهي ما بتعرفش تولع نار فتفقد السيطرة على النار تولع، او مثلا انت برضه رحت كامبينج ورحت مولع سيجاره، صادف ان انت رميتها على شويه ورق جاف او خشب ناشف، يعني مش مرطب، ولعت. او مثلا يوم في برق ورعد فبرق ضرب شجره جافه او برضه ورق جاف فولعت. او مثلا في رياح قويه جدا ابتدت تهز كابلات الكهرباء عملت شراره فولعت. فالطبيعي ان كاليفورنيا فيها حرايق، لكن الحريق ده ما كانش طبيعي. الكلايمت تشينج او تغير المناخ هو السبب الرئيسي في الحريقه دي. واللي حصل كالآتي: درجة حرارة عالية، رطوبة قليلة، جفاف، رياح قوية، هوبا ولع. وطبقا لنوى ان اصلا اخر 200 سنة الولايات المتحدة الامريكية عرضة للجفاف ودرجة حرارة عالية، فده خلاها ان هي تبقى وكر الحرايق. واحنا في مصر هل ممكن يحصل معانا كده؟ يعني هل مثلا ممكن نقوم نلاقي غابة مولعة؟ اولا احنا ما عندناش غابات، فالحمد لله الموضوع مش واصل لنا للدرجه دي، بس احنا بنافكت جلوبال، يعني اي حاجه صغننه انت بتعملها بتاثر على العالم كله. فايه رايك ان انت تبدا بحاجه صغيره تعملها في البيت دي تقلل او تساهم في تقليل الكلايمت تشينج؟ هسيب لك لينك حلقه كامله بتتكلم عن الكلايمت تشينج من اوله لاخره عشان تبقى فاهم احنا بنقول ايه وتغير المناخ خطر ليه، وفي الاخر كده في شويه تيبس اند تريكس انت ممكن تعمل ايه في بيتك بحاجات صغنونه خالص، عادات تغيرها بسيطه جدا تساعد الكوكب. عن اذنك بقى عشان عندي سيشن.